إسلاميات عامة تقدم. قال له الأسود العنسي: يا أبا مسلم، أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم، أشهد أن محمد رسول الله. قال: يا أبا مسلم، أتشهد أني رسول الله؟ قال: لا أسمع. فأمر به فألقي في النار رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وما هي إلا ساعات أو لحظات حتى خرج أبو مسلم الخولاني من النار لم تمسه بأذى أبدا. لا إله إلا الله. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وكانت بردا وسلاما على أبي مسلم الخولاني رحمه الله تعالى. لما نظر الأسود العنسي ونظر زبانيته إلى هذا المنظر العجيب أسقط في أيديهم. قالوا للأسود العنسي: لا يجامعك هذا الرجل في مكان واحد، أي لا يجتمع معك في بلد واحد، سيفسد عليك أمره، بل أمره بالهجرة. قال: فرحل أبو مسلم الخولاني إلى مدينة رسول الله، من صنعاء إلى مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما دخل إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان به عمر أو أبو بكر وعمر، فنظر عمر إلى أبي مسلم وقد صلى ركعتين. فلما انتهى من صلاته اقترب منه عمر رضي الله عنه وأرضاه، قال له: من أي الناس أنت؟ أي من أي بلد؟ من أي الناس أنت؟ قال: فنظر إليه قال: أنا من بلاد اليمن. قال عمر وقد وصل الخبر إليهم، خبر أبي مسلم وإلقائه في النار. قال: أنت من بلد الرجل الذي ألقاه الأسود العنسي في النار، فما صنع الله به؟ ماذا صنع الله بهذا الرجل؟ فماذا صنع الله به؟ قال: ذاك عبد الله ابن ثوب. لم يقل له أنا، قال: ذاك عبد الله ابن ثوب. فبفراسة عمر تفرس فيه وعلم أنه هو. قال له عمر رضي الله عنه: نشدتك بالله أأنت هو؟ نشدتك بالله أأنت هو؟ قال: أما وقد نشدتني بالله يا عمر، فأنا عبد الله بن ثوب. قال: فبكى عمر بكاء شديدا واعتنقه وهو يقول: الحمد لله الذي أحيا عمر حتى يرى في أمة محمد عليه الصلاة والسلام من يفعل الله عز وجل به كما فعل بإبراهيم عليه السلام. فاكتنفه عمر عن يمينه، أو أبو بكر عن يمينه وعمر عن يساره، ومضيا به رحمه الله.